السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة كل صباح بصنعة. اليوم جيتكم بطريقة تحضير الكيكة المالحة. الكيكة المالحة هذه واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها 4 حبات بيض، نحتاجو 1 كوب تاع لا شابلور، نحتاجو نصف زيت. انا هنا واش راني عامله هو زيت، تقدروا ديروا زيت عادي، انا درت هنا الزيت تاع الطون، صفيت الطون واستعملت الزيت تاعو باه تجيني الكيكه بنينه. عندي هنا شويه تاع زعتره، شويه معدنوس، عندي جبن ابيض، عندي دجاج مقطع مطبوخ ومقطع، عندي كيس تاع خميره الحلوى، استعمل كيس واحد تاع خميره الحلوى. عندي هنا شويه دجاج، تقدروا ديروا طون، تقدروا ديروا فيونداشي لحم مفروم، تقدروا تستغناو عليه. عندي هنايا زيتون بانواعه الثلاثه، عندي الاخضر، عندي الاسود، عندي البنفسجي يعني الاحمر هذاك. عندي شويه خضر، عندي هنا قرعه وجزر مطبوخين على البخار، عندي شويه فلفل مشوي، وعندي الملح كالعاده، ملح وفلفل اسود وهذاك والعكري اللي حاب يدير العكري. انا هذه خلطه للشواء واسمها خلطه للشواء مخلطه بالعكري. هادو هما، نبداو على بركه الله. وعندي هنايا بيض مغلي باه نزين به، وهذا يقعد اختياري. نبداو على بركه الله. نخفقوا البيض هذا، يعني نخلطوه برك، ماشي وما يحتاج حتى يطلع كيما الكيكه الاسفنجيه. نخلطوه. اول شيء ندير شويه تاع الملح، يعني ماشي بزاف، الزيتون مالح، الدجاج راه مملح، الجبن مالح. خلطوا شويه ملح وشويه، يعني البهارات اللي عندنا اللي نستعملوهم نديروا شويه شويه يعني نتبلوها برك. هذا ما كان شويه فلفل اسود، شويه ماشي بزاف. هادو البهارات اللي نستعملهم. عندي الزيت قلت لكم تاع الطون هذا، راح يزيد ينكه لي اكثر فاكثر، يعطيها نكهه مميزه، ذوق مميز. عندي شويه تاع الزعتره، يعني هادو كاع يقعدوا اختياريين، لكن للتزيين كل حاجه تعطيها ذوق تاعها خاص. عندي هنا الزيتون في 3 نديرهم، نخلط. عندي الدجاج تاني نحطه، فرماج، جبن اللي عندي جبن ابيض، غريير اللي عندكم حطوه. الخضر اللي عندي تاني، الخضر تقعد اختياريه، اللي يحب السبانخ يدير السبانخ، اللي عندكم فلفل بالوانه يعني بانواعه، الاصفر الاحمر الاخضر القرعه اللي تحبوها حطوها. عندي شويه تاع لاموتارد، نسيت ما سميتها لكمش قبيل، يعني هذه تقعد اختياريه تاني، اللي يحب يديرها واللي ما يحبش ما يديرش. هادو هكذا ما بقى لنا والو، بقات غير لا شابلور، كوب تاع لا شابلور ولا ليفور الخميره تاع الحلوى. نخلط لا شابلور، نفرغ لا شابلور هذه الكوب، وعندي خميره تاع الحلوى وحده تكفيني باه ما تجينيش ثقيله الكيكه، برك كيكه المالحه هذه. بعد ما خلطت الخليط تاعي وتحصلت على هذا القوام هذا، انا راح نفرغه هنا في اناء زجاجي. ديروا الاناء اللي عندكم، انا عندي هذا تاع الزجاج مدهون بالزبده مارغارين، ورشيته بشويه تاع لا شابلور. واللي ما عندهاش لا شابلور دير شويه تاع السميد، واللي ما عندهاش دير الفارينه، لكن لا شابلور ولا السميد يعطينا هذاك كي نحوها نقوها حرشه تجي يعني نظريا تجي شابه برك. نفرغ نصف الخليط تاعي هنايا هكذا، نفرغ غير النص برك، نص الكميه اللي عندي هكذا.
من بعد واش ندير، هذاك البيض اللي كنت غليته قبيلات نستفوه هكذا في النص. شوفوا كيفاش جا هكذا، ما نديروهش بالعرض هكذا، نديرو هكذا باه كي نقطعوه هكذا يجينا، كي نقطعوه دي ترونش يبان البيض. ونكملو نغطوه بالكميه اللي قعدت لنا تاع لا فارس هذيك الخليط. الكيكه تاعنا ندخلها على فرن درجه حرارته 180 حتى تتحمر، ونحيها من المول ونوريها لكم. هذه هي الكيكه المالحه اللي حضرتها امامكم، هاي ليك محمره. وكي راح تقطعوها راح هكذا دي ترونش راح تلقاو البيض داخل. انا هنا سخونه بزاف ما قدرتش نقطعها، نحاول يعني تتفتت لي. شوفوا كيفاش جات عاليه ومحمره كامل الجوانب. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الكيكه، وان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.